السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي الغاليات في قناتكم وصفات تيم. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نبداو بالصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. اليوم جيت معاكم بوصفة اللي هي الفطير ولا تريدة الطاجين، ولا كما نقولوا حنا في الشرق عندها مصطلحات بزاف، الشواط ولا النعمة، تريدة الطاجين، الفطير، شخشوخة. كما راكم تشوفوا هذه أكلة راهي تقليدية. اليوم راح نديرها معاكم إن شاء الله. نبداو مع بعضنا بطريقة التحضير. أول حاجة راح نخدموا الفطير تاعنا. نحتاج السميد والملح والماء باش نلمو. السميد يكون رطب، نحط فيه شوية ملح، ونلموه بالماء. هنا نديرو مع بعضنا العجين ومن بعد نروح نديرو مع بعضنا لاصوص. هنا نلمو برك بالماء، الماء يكون شويه دافي باش يساعدنا في العجين. هنا اختاروا سميد برك النوعيه تاعو تكون مليحه. كما راكم تشوفون لميتها. هنا نلمها فقط ما نعجنهاش. هنا ودخلتها في بعضها، وما ديروهاش جاريه بزاف، غير تكون طريه وماشي يابسه بزاف. هكذا ونغطيوها، نحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح لمده ساعه حتى لساعتين حتى 3 سوايع. تقدري ديريها صباح وديريها في الليل، العشيه عفوا، على قد ما ترتاح تكون سهله. انا هنا خليتها حوالي ساعتين. هنا شوفوا نلقاها تقريبا معجونه، ما نتعبش معاها في العجين بزاف، سيرتو اللي ما عندهاش البيتخا تعجن بيديها. هنا نعجن كما راكم نشوفوا في العجينه راهي تقريبا معجونه. شوفوا كيفاش رطبه، هذه بلا ما نعجنها، غير خليتها ترتاح. هنا نجي نعجن بشويه ونسقي، نحط شويه بالماء عفوا. هنا وما تقطعوش، غير نعجنوا بلا ما نقطعوا. نعجن بشويه ونسقي. بالطريقه هذه ما نتعبوش خلاص معاها في العجين. يعني هنا ديت ميم با 10 دقائق برك عجنتها. ما تجريوهاش بزاف، خليوها تكون تتلاصق بصح ماشي جاريه بزاف. شوفوا القوام تاعها كيفاه. هنا راهي ما بقالهاش بزاف. شوفوا كيفاه ولات لي. هنا نجي نلوزها، نحط شويه زيت على البلاط تاعي. نحط شويه زيت في يدي ونلوزها. شوفوا كيفاش تجيني رطبه. نكمل الكميه كامل اللي عندي، ونجي ندهنها بالزيت من الفوق
نغطيها ونخليها ترتاح. في المرحله هذه نجي ندير معاكم لاصوص. نحتاج طماطم، نحتاج فلفل كحل، راس الحانوت، الثوم، الملح، نحتاج طماطم كونسونطري، هريسه، الزيت، البصل وقطع من الدجاج. هنا نجيب الكوكوط تاعي اللي راح ندير فيها. نحطو البصل تاعنا، كنت رابيتو حبه بصل كبيره، نزيد معاها قطع من الدجاج على حساب الافراد العائله تاعكم. نزيد نحط الزيت، الزيت يدي على حساب المرق، حديروا قليل ولا بزاف. هنا نحطهم يتقلاو كما راكم تشوفوا. هنا راني نقلي في الدجاج تاعي والبصل، نقليوهم مليح. وهنا نجيب التوابل عفوا، والملح والثوم، نزيد نفرغ على البصل تاعي، نزيد نخليهم يتقلاو معاها مليح. هنا كان خلاص لي فلفل حمار مازال ما شريتش، اللي عندها تاني تحط. نحط الثوم، ونخليهم يزيدوا يتقلاو مليح. سامحوني راني نتحرك، راني نصور ونخلط. صورت لكم كلش بلي ديتاي. نزيد نجيب حبه طماطم مرابيه عفوا، نجيب طماطم كونسونطري مغرفه كبيره وشويه هريسه اللي ياكلوا الحرور. مع هاد البرد يليقها حاجه حاره وسخونه. نخلط وزيد نخليهم يتقلاو حوالي 5 دقائق هكذاك، على النار تكون ناقصه بزاف، نقصوا عليها وخليهم يتقلاو بغرضهم. وهنا حطيت فلفل، نزيد نحط شويه حمص. الحمص كنت مطيبته نص طياب ديجا، حطيته في الكونجلي، تما هنا ما يديليش الوقت بزاف مع الدجاج. وهنا مرقت بالماء سخون، ما قدرتش كيفاش نصورو. نمرق ونخليها تغلي ونغلق عليها. وهنا بعد ما ارتاح لي الفطير تاعي اللي لبستو قبيل معاكم وغطيته، لهنا نبدا نطيب. راني ما صورتش فيه طيبت لانه ما لقيتش كيفاش نحط السيبور. في فيديو اخر ان شاء الله راح نصور. هنا هذه الطريقه سهله بزاف وتساعد انك تطرحي على القصعه. شوفوا كيفاه ما تقطعش وتجي بزاف هايله. نطرحها على القصعه مليح. هنا طيبت على طاجين تاع الحديد عادي لانه ما عنديش طاجين هذاك تاع الفطير. وهنا نجي نحطها على يدي ونهزها للطاجين. هنا بعد ما كملت الطياب تاعها كامل جاتني رقيقه بزاف هايله. شوفوا كيفاه. هذه بلا ما نتعب معاها في العجين،
هذه النتيجة. تجي بزاف هايله. هنا قصيتها طريفات صغار، ونجي لهنا نفورها، نديروا لها فوره واحده برك، نغطيها ونخليها تفور. هنا لاصوص تاعي بعد ما طاب الدجاج تاعي عفوا، شوفوا كيفاه جات. الريحه تشهي، الحميمصات تاعي طابوا. وهذه بعد ما فارت عفوا، وحطيت لها لاصوص، وحطيت لها شويه البيض كنت غليته، وصناريه تاني، والدجاج تاعي قليته. وهذا الشكل النهائي لتريدة الطاجين تاعنا. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وهنا كنت وصلت معاكم لنهايه الفيديو. نتمنى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم والطريقه اللي خدمت بها. ما تنساوش خليوا لي جيم وخليوا لي تعليقاتكم على لا فيديو، وما تنساوش تاني الاشتراك بالقناه. ونلتقي في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله تعالى.